بنتي ما شيطاش عليا باش غنعطيها ليه. ماشي انا تعذبت وقريت ووصلت وفي الاخر يجي واحد اللي ما خدامش وما عندوش هو براسو كون كانت عنده القيمه لراسو ما يجيش يقول لي بغيت ناخذ بنتك، لانه هو براسو راه ما عندوش قيمه على راسو. لو عنده قيمه على راسو لما قرا لما خدم لما دار المستقبل لراسو، ولو يدير غير بعشريه ديالته واخا تكون هي بغاتو انا ما يمكنش نسمح لها باش تاخذه. عليكم الحق جدا معكم حدو، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تابوناو معايا في القناه وعلى ديك زر الجرس وشي لايك وشي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، وما تنساوش صلاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقه ديال الاخوان واحد السيده غادي نسولوها، غادي نشوفوا كيفاش بغات راجل بنتها. بسم الله على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. الحاجه الا جات مثلا شي واحد بغى انه يتزوج بنتك، مثلا ما عندوش الفلوس ما عندوش الطوموبيله وكذا، كيفاش غتكون الاجابه ديالك انت عليه؟ من 7 مستحيلات باش نعطيه بنتي. بنتي ما شيطاش عليا باش غنعطيها ليه. من 7 مستحيلات ما تعطيهش بنتها، لان بنتها غاليه عليها، لان خاصو يكون عنده حتى هو الفلوس، الطوموبيل، الفيلا وبزاف وزيد وزيد. ماشي انا تعذبت وقريت ووصلت وفي الاخر يجي واحد اللي ما خدامش وما عندوش هو براسو كون كانت عنده القيمه لراسو ما يجيش كون كانت عنده قيمه لراسو. يعني دابا هو ما قراوش والديه وما تهلاوش فيه والديه وبزاف، ما يجيش يقول لي بغيت ناخذ بنتك، لانه هو براسو راه ما عندوش قيمه على راسو. لو عنده قيمه على راسو لما قرا لما خدم ما يجيش يقول لك ناخذ بنتي، ونسيتي القضاء ديال الله، نسيتي المكاتب، نسيتي لما دار المستقبل لراسو، ولو يدير غير بعشريه ديالته راه كتسمى خدمه كيدخل بها التيكيت. دابا على هذا الحساب انت الا ما عندوش الفلوس بلا ما يقصدك نهائيا، لان غادي ترفضي وما غاديش تعطيه بنتك ياك. لا بلا ما يحاول يجي يدق عليا ولا يجي يقول لي بغيت ناخذ بنتك، واخا تكون هي بغاتو انا ما يمكنش نسمح لها باش تاخذه. كيفاش واخا تكون هي بغاتو مثلا انت ما غاديش تخليها بزاف؟ الله يسمح لك الحاجه والله يهديك. لانني انا اللي كنحكم ماشي هي اللي كتحكم. من نهار اللي غتزوج وتمشي عنده ديك الساعه شغل هذاك، ولكن دابا انا اللي كنحكم. انت اللي كتحكمي، واخا نمشيو معاك بداك الشيء اللي فهمنا بان انت اللي كتحكمي. واخا قلتي دابا واخا تكون هي كتبغيه، قلتي باللي انت اللي كتحكمي وما يمكنش انك تعطي بنتك لهذا السيد اللي ما عندوش الفلوس. نسيتي الراحه النفسيه، نسيتي السعاده، نسيتي يعني راه ماشي بالضروره الفلوس، لان الفلوس راه ماشي هما كلشي. الفلوس راه كما كيقولوا راه غير وسخ الدنيا، واخا كاينين اللي غايقول لك غير اراهم ليا بغيت انا داك الوسخ ديال الدنيا، باش نبحث عليه ونعرفوا اشنو كيدير اشنو يخدم. يعني ضروري خصك تبحث وتعرفي فين خدام، واش عنده فلوس واش ما عندوش فلوس. ضروري خاصني نبحث عليه ونعرفوا شكون هو، ولد من هو، ونعرفوا بنتي فين غنحطها. يعني ضروري خاصك ديري عليه البحث، ديري عليه التقرير والبحث، تقلبي واش عنده فلوس واش ما عندوش، شنو كيدير في حياته، واش عنده ولا ما عندوش. ما يمكنش نعطيه بنتي غير هكاك، ما يمكنش نعطيه بنتي تخدم عليه. لا ما يمكنش البنت عاد ما يمكنش تخدم على راجل، لا حشومه هذه ما كايناش. ومتفق معاك في هذه بعدا. راه الراجل اللي كيخدم على المراه ماشي المراه اللي كتخدم على الراجل ياك. لان المراه الا خدمات راه كتناقش هي وياه شويه شويه، هذه اوكي ولكن باش هو ما خدامش وهي تمشي تخدم ما لا حتى معنى. دابا مثلا هي قالت لك بغات هي داك السيد بغات تزوج به، وقالت لك ماما واخا خليني نتزوج به، انا باغا نخدم عليه. هي بغات تدمر عليه مادام انه ما خدمش وما عندوش فلوس. بنتك بغات تخدم عليه لان هي بغاتو، بغات تعيش معاه، بغات تزوج به. الا قالت لي بغيت نخدم انا على راجلي غنقول لها نهار اللي ولدتك انا تعذبت عليك وقريتك ووصلتك وخدمتي وكتدخلي سميتو رزقك، تسنيت نهار يجيك رزقك باش تقولي لي غناخذ هذا. علاش غتاخذي على زينو بحال عينه ما نقبلوش؟ والله الا قبلته. غير ما تحلفيش الحاجه الله يرضي عليك الله يرضي عليك، غير ما تحلفش، لان راه كاين القدر ديال الله. يقدر يجيك واحد عاود لا علاقه وتزوج بها، واخا تقول لي كنموت عليه اعميه واش ناخذ. والله لا والله لا عطيتها لي ولا عطيتها لي. لا واخا يزوقوا فيا انا في خبارك انا راه واحد الانسانه راسيزم. الحاجه اللي قال لي راسي هي اللي كندير، اما باش يقول لي شي واحد شي حاجه ما نتقبلهاش منه الا ما بغيتهاش انا. لا متفق معاك، يعني خاص داك الشيء اللي يرضيك انت وماشي داك الشيء اللي يرضي الناس. هذه متفق معاك فيها 100%. يعني الحاجه اللي كترضيك
ومرتاح فيها ديرها. الحاجه اللي كتشوف زعما غير ترضي بها الناس ما ديرهاش. شكون هما دوك الناس بالسلامه؟ القرار ديالي هو القرار اللي كاين في اي حاجه. ودابا كنعيش دابا في داري بان راه باها انا هزيته وخرجته. عاد باش غادي نشد باللي انت اللي تكلفتي بباها، وعلاش ما تخليش بنتك تكلف بواحد اخر؟ يعني كما تدين تدان، يعني نفس القصه ديالك غتعاودها حتى بنتك. لا عاد باش دابا الا جات شي واحد مثلا ما خدامش يقول لي بغيت ناخذ بنتك، نقول ليه بسم الله. لا ما كاينش، ممنوع منعا كليا. دابا بمعنى الكلمه الحاجه ضروري الفلوس، بمعنى السيد اللي بغيتيه لبنتك ضروري يكون عنده الفلوس. يعني اللي ما عندوش الفلوس المهم بلا ما يجي. لا خاصو يكون كابابل، ولو ما يكونش عنده وظيف ديال الدوله. هذيك اخبار ديال بغيت يكون عنده لا تكون عنده بيع وشريه، تكون عنده شي مشروع كيدير فيه. ليسونسيال انه عنده باش يعيشها، باش الى ولدات ليه باش يكبرهم وباش يقريهم وباش يوصل وليداته الى ولدات. دابا انت الخوف اللي فيك على بنتك هي انك خايفه يخليها راجلها بالجوع هي وليداتها، ياك هادشي اللي كاين. تجي تشكي عليك، تبقى تشكي عليك وتشكي على باها وتقول ليه راه انا ما عنديش، وراه الراجل دابا انا راني خضيته وما عنديش كي ندير ليه، ودابا انا راه كنبغيه ورانا هذيك الهضره تمشي تاكلها. مثلا تبقى بنتك بايره وما تخليهاش تزوج بالسيد، يعني اللي ما عندوش الخدمه ما عندوش وظيفه. ماشي ما عندوش الخدمه، راه ما كاينش شي واحد كيمشي يتزوج وما عندوش، راه امبوسيبل. هذه ما يمكنش اصلا شي واحد ما عنده لا فلوس، ما عنده لا خدمه، ما عنده التوزه، غير كينعس وكياكل مع والديه يمشي يتزوج. هذه راه ما كايناش في المجتمع ديالنا، هذه اصلا راه ما كايناش. غير نيت تقريبا واحد الفئه اللي كبروه والديه، يعني كبر في الخير ولقى الخير وفلوس عند والديه يعني مشتته. يعني هذا النوع يعني ممكن، وانما كنهضروا حنا على ولاد الشعب. يعني ما يمكنش شي واحد مثلا انه يمشي يتزوج وما في راس مالو والو، وما عنده حرفه في يدو، ما كيخدم، ما قاري، ما توزع، ويمشي انه يتزوج. دخلت عليكم بلا دابا غير تخيلوا معايا هذه راه بطبيعه الحال هذه راه ما كايناش نهائيا. والحاجه كتقول بقى جالسه حداك، واخا تبقى جالسه حدايا وتمشي تاكل ديك الهضره اللي كتقول غتمشي تاكلها. غنقول لها النهار الاول انا اش قلت لك، النهار الاول انا قلت لك هذا الزواج راه غير مقبول وانت بغيتيه، ودابا سيري تكملي المسؤوليه ديالتك معاه. علاش غتجي عندي انا بتقولي لي اعطيني ولا ديري لي ولا فعلي لي؟ لا ما غنعقلش عليها، والله لا عقلت عليها. الحاجه كتحلى. ويلي حتى هاد النساء الكبار زعما اللي بعقلهم ما قلناش ليك اعطي بنتك فابور، يعني تعطيها لواحد ما خدام ما ردام ما والو. كاين دابا راه غير قلنا لك الا جا مثلا شي واحد ما عندوش فلوس وانت بديتي كتحلفي والله ما نعقل عليها، والله بزاف بربي والله لا عقلت عليها. واخا ولدتها من كرشي والله ما نعقل عليها، والله ما نعقل عليها. شكرا لكم تنتوما، شكرا لكم تنتوما. ناري اخرها ضحكات واحد الضحكه اللي هي زوينه صراحه، ضحكه واعره عندها. ولكن الحاجه بطبيعه الحال انا متفق معاك، لان اصلا ما يمكنش الواحد ما عنده فلوس ما عنده والو يعني محزوق عليه القضيه. يعني كما كنقولوا حنايا يجي مثلا انه يتزوج، هو تزوج مثلا وعاونه والديه وتزوج، ملي غيجيب بنتك للدار خليها مع مالين الدار ديالو والمشاكل والروينه وكذا، يبقاو يصرفوا عليها مالين الدار. اصلا بنتك راه ما غاديش ترضى انها يصرفوا عليها الوالدين ديال راجلها. يعني باش تفهمي شويه مزيان، يعني راه ما يمكنش الواحد ما عنده والو يمشي يتزوج محزوق. عربي عاود نطلق طلع محزوق يعني ما عنده بو فلوس صافي، واقف على الدس كما كنقولوا. ما يمكنش انه يمشي يتزوج، يعني ضروري خص يكون في راس مالو شي حاجه، يكون كيخدم بشي حاجه، تكون عنده شي حرفه مثلا باش انه يقدر يعيش بنتك في. المهم ما يخصها حتى شي خير، وهذا الشيء اللي كاين. وانتم الاخوان هذا الشيء اللي كاين في هذه الحلقه هذه مع هاد الحاجه. قالت والله ما تعقل على بنتها الا تزوجت بشي واحد ما بغاتوش هي. وهذا الشيء اللي كاين في هذه الحلقه هذه بطبيعه الحال الاخوان ما تنساوش خلونا شي ابينو وبارطاجيو لا فيديو وخلونا شي كلمه زوينه في كومونتير. وكان معكم عبدو، نتلاقاو في الفيديو الجاي، مع السلامه.